عارف ان انا اتاخرت عليكم جامد جدا في تمرين البول، ولكن زي ما عودتك انا كان لازم انزل كل تمرين هتكلم عنه في الفيديو ده، علشان تاسيس الفيديو ده مهم جدا انك تكون فاهم تشريح علشان تفهم انا ليه مش حاطط 500 الف تمرينه في تمرينه واحده. زي ما قدامك في الفيديو، البول بيشغل معايا عضلات الظهر كامله بما فيهم الترابيس وكمان فيهم الكتف الخلفي وعضلات البايسبس. خلينا بقى نقسم التمرين لهوريزونتال وفيرتيكال واكسسوارز. الهدف من ان انا اعمل سيلكت للاكسرسايز او اختار التمرين بتاعي حسب الهوريزونتال وحسب الفيرتيكال عمودي وراسي، ان انا اشغل العضله من زوايا مختلفه وفي نفس الوقت ما اشغلش العضله اكتر من مره، كمان علشان اقلل من كثره التمارين، علشان اتجنب ان انا استخدم العضله او اشغلها اكتر من مره فيحصل اوفر وركينج للماسلز ديت او تشتغل اكتر من كده. بشتغل حاجه اسمها accessories movement، مثلا الفيس بول والاجهزه، علشان استهدف العضلات الصغيره. بالتقسيمه ديت اقدر استهدف عضلات الظهر كلها من غير ما انسى عضله، وفي نفس الوقت من غير ما اشغل العضله اكتر من مره. كل تمرين في الفيديو ده هقوله هو مشروح بالتشريح وعلم الحركه والاداء الصحيح وتجنب الاخطاء، تريكات مهمه جدا هتستفاد منها. بعد ما تقفل الفيديو ده هتروح على كل تمرين موجودين عندك في الفيسبوك. لو حسيت انك تايه في الفيسبوك في الريل او الفيديو، هسيب لك لينك اليوتيوب عندي في اول كومنت علشان تروح على اليوتيوب وتلاقيهم محطوطين في قائمه البول للتسهيل عليك. خش على اول تمرين. لو انت شخص متقدم ما ينفعش تتمرن بول من غير ما تتمرن العقله. العقله مهمه جدا لان هي من اقوى التمارين لاستهداف عضلات اللاتس، علشان تعمل ظهر عريض جدا وظهر فيه كثافه عضليه يبقى لازم تدخل تمرين العقله. الدراسات والابحاث بتقول ان العقله هي التمرين الاكثر استهدافا لعضلات اللاتس من اي تمرين تاني، وكمان مفيد جدا لعضلات الابر باك، علشان كده العقله لازم تكون موجوده في تمرين البول بتاعك. طب يا كوتش انا مش بعرف اتمرن عقله، اعمل ايه؟ لو انت ما بتعرفش تتمرن عقله هتلعب لاب بول داون، وهي تعتبر تمرين سيميلر للبول اب، بمعنى ان هي نفس الشيء شويه. لو انت ما بتقدرش تتمرن عقله او بتقدر تتمرن عقله عده او عدتين، هتنزل من العده عدتين تروح على اللاب بول داون وتتمرن لحد ال 12 او ال 8 حسب ما انت بتتمرن من اعداد ومجموعات. خش على تمرين الهوريزونتال اللي هو هيكون باربل رو. والبار رو تمرين قوه، تمرين مهم جدا لازم تتمرنه لانه مش بس بيشغل الابر باك، كمان التمرين ده من احسن التمارين اللي بتعمل كثافه عضليه للابر باك. ان هو بيستهدف معايا اللاتس وكمان بيستهدف معايا الميدل واللور ترابيزيوس اللي هي الترابيس السفلى والترابيس الوسطى، وكمان بيشغل معايا الكتف الخلفي. حرفيا التمرين ده مهضوم حقه شويه، علشان كده انا نزلت له فيديو مهم جدا بالاداء الصحيح، علشان لو انت مش بتعرف تتمرن التمرين بالاداء الصحيح يبقى انت هتضيع وقتك في التمرين ده او ممكن تتصاب. تاني حاجه، لو انت عندك مشاكل في اسفل الظهر تقدر تتمرن التمرين ده بتشيست سبورتر رو، بس هقول لك الفرق لما نوصل له. نتكلم في تاني تمرين في حركه الفيرتيكال، هنتمرن ريفيرس لات بول داون. تمرين اللاب بول داون بس مقلوب بقبضه عكسيه، وشرحته في الفيديو ليه بتمرنه، علشان هو يعتبر من التمارين اللي بتشغل معايا عضلات اللاتس من المنشأ بتاعها من الساكروم إلياك. لو انا جيت بصيت لاول وتاني تمرين هلاقيهم شغلوا اللاتس من فوق الابر لاتس، انا عايز اشغل بقى اللور لاتس من المنشأ بتاعها، فهبدا اعمل القبضه المعكوسه والعب ريفيرس لاب بول داون علشان اشغل معايا عضلات اللاتس من الساكروم إلياك او المنشأ. كمان التمرين ده بيشغل معايا اكتر من ماسلز، لان البايسبس بتكون دومينيت جدا في التمرين ده، فالبايسبس بتشتغل معايا في التمرين ده بايسبس براكياي، والبراكيو رادياليس بتكون برضو شغاله معايا اللي هي عضلات الساعد. ركز معايا عشان تفهم ان مش الماسلز لوحدها او اللاتس لوحدها او التمرين بيشغل لاتس بعينها، التمرين بيشغل معايا اكتر من عضله، فعلشان كده مش ببقى محتاج ان انا اركز عليهم في تمرين معين. فتمرين اللاب بول داون بيشغل معايا posterior deltoid، وبيشغل معايا كمان اللي هو الكتف الخلفي، وبيشغل معايا اللاتس والبايسبس، وبيشغل معايا عضلات الساعد كمان، فيعتبر من التمارين المهمه جدا. بعد كده نخش على الحركه horizontal movement بتمرين chest supporter barbell row. التمرين ده مهم جدا جدا، لازم تتمرنه وتدخله في التمرين. التمرين حرفيا غير من شكل ظهري وخلى عندي كثافه في الظهر
فظيعه. في نفس الوقت تاثيره بسيط على اللور باك، بيخلي اللور باك مرتاح اكتر، وبيخلي فيه تركيز على عضلات الظهر لو بتلعب بماسل كونكشن او بتلعب باداء حركي كويس. التمرين ده مهم جدا زي ما شرحت، بيستهدف معايا البوستيريور دلتويد وبيستهدف معايا اللاتس حسب انت بتتمرن ازاي. فلو انت عندك مشكله في البار رو اللي قلته في اول التمرين، ممكن تتمرن تشيست سبورتر، القبضه بتاعتك تكون بعرض الكتف بتاعك، السحبه بتاعتك تكون عند الابر ابس او الميدل ابس. اما لو انت بتتمرن البار رو مفيش مشكله وهتتمرنه، فبتتمرن تشيست سبورتر عشان تستهدف البوستيريور دلتويد، بتبدا تخلي القبضه بتاعتك واسعه، في نفس الوقت تخلي سحبه البار ناحيه اللور تشيست او الميد تشيست بتاعتك عشان تستهدف البوستيريور دلتويد. وفي نفس الوقت التمرين بيكون مشغل معايا اكتر من ماسلز زي كمان تيريز ماينور والرامبويد، وبيشغل معايا كمان اللور والميد ترابيزيوس. كمان ان في القبضه الواسعه بتكون البايسبس شغاله برضو معايا في التمرين. نخش على تمرين الايزوليتد للبايسبس. ممكن تتمرن ايزد باربل بايسبس عشان تستهدف معايا اللونج هيد اللي هي بتكون مش شغاله قوي في كل التمارين اللي فاتت، عكس الشورت هيد اللي بتكون شغاله معايا في كل التمارين. وجهه نظري انا بحب ان انا اتمرن الستريت بار، ولكن الايزد بار بيكون فيه اريحيه اكتر لقبضه الايد وما بيوجعش قبضه الايد عكس الستريت بار. فلو انت هتتمرن بستريت بار تقدر تتمرن قبضه ضيقه شويه، وبعد كده تبدا تتمرن البايسبس علشان تستهدف اللونج هيد اللي تعتبر الاكتيفيشن بتاعها بيكون قليل شويه في كل التمارين اللي فاتت. بعد ما تخلص البايسبس هتلعب اخر تمرين هو اكسسوارز موفمنت، هو تمرين فيس بول اليفيشن بتعديل بسيط انا عملته اسمه سلايت موديفيكيشن. السلايت موديفيكيشن اللي عملناها ديت الفيس بول اصلا زي ما شرحت في الفيديو الاخير ان هو بيستهدف معايا الابر ترابس، بيستهدف معايا الترابيس العليا. زي ما قلت ان الترابيس الفانكشن او الوظيفه بتاعتها يعتبر حاجه اسمها ريتراكت سكابولا، وده بيحصل في الفيس بول. كمان الفيس بول في حركه البروتراكشن بيشغل معايا الترابيس لان دي من الفانكشن بتاعها. اما الاليفيشن والديبريشن فهعملهم واستهدفهم علشان يستهدفوا معايا اللور ترابيزيوس وكمان الميدل ترابيزيوس، الترابيس السفلى والترابيس الوسطى. بنبدا نتمرنهم ازاي؟ بتبدا تسحب وتطلع اليفيشن عشان تشغل معايا الترابيس، وتنزل ديبريشن وبعدين تعمل بروتراكشن اللي هو بتسحب عظمه السكابولا لقدام، وريتراكت انك بتسحبها وتضمها لورا. كده انت فهمت الوظيفه. ففي التمرين ده بستهدف معايا ستيريور دلتويد وبستهدف معايا التيريز ماينور وبيستهدف معايا كمان انفراسبيناتيوس اللي هي العضله اللي موجوده في الروتيتور كف. يبقى انت كده استهدفت كل عضلات الظهر كامله بالترابيس بالباي بالساعد بكل التمارين من غير ما تتمرن 15000 تمرينه، من غير ما تتمرن 20000 تمرينه في تمارين البايسبس زي ما بنشوف في الفيديوهات. بكده يبقى انت اتمرنت بوش بيزد اون ساينس، بول based on science. في الفيديو الجاي هنزل تمرين الرجل based on science، بس برضه هياخد وقت علشان هشرح كل تمرين هنزله في تمارين الرجل بالاداء الصحيح والتشريح وعلم الحركه علشان تفهم تتمرن التمرين ازاي، وتفهم التمرين ده بيستهدف ايه وايه وايه عشان تبقى فاهم انت بتتمرن ازاي وتتجنب الاصابه وتلعب بالاداء الصحيح اللي هو يعتبر رقم 1 في الزياده العضليه. بعد ما اخلص تمرين الرجل هبدا اعمل لك ملف PDF هبعته لك عن طريق الايميل، هيكون فيه تمرين البوش والبول والليج محطوط باللينكات وفيديو الشرح لكل تمرين. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل شير بنيه نفع الغير، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.